اهلا بيكم فيديو جديد. انتهت مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بفوز مودرن فيوتشر بهدف مقابل لا شيء. لو جينا يا جماعة نتكلم عن مجمل المباراة، الزمالك كان في أسوأ حالاته، كان بطيء في اللعب بتاعه، كان بطيء في التمريرات، تحس ان مفيش روح في الفريق، تحس ان الفريق بارد، ما بيلعبش كورة، مفيش حماس عنده انه هو عايز يفوز. الخطوط غير متماسكة، متباعدة عن بعضها، لذلك سيطر مودرن فيوتشر على مجريات الأمور وكان أفضل من الزمالك في الشوط الثاني بالذات. هتقول لي الزمالك محتاج صفقات، أقول لك لأنك أنت لو بصيت على دكة البدلاء في الزمالك تلاقيها مفيش اللاعب اللي يعمل الفرق، مفيش اللاعب اللي بيعمل الفرق لو نزل. فهو جروس ما عندوش، عبد الله السعيد غايب، وناصر ماهر غايب، واحمد حمدي غايب، اصابات، والونش غايب، ما فيش اللعيب اللي ممكن يعمل لك ايه الفرق في الدكه. فلازم احنا النهارده 23/1، موسم الانتقالات قرب ينتهي. فين الصفقات يا مجلس اداره نادي الزمالك؟ الزمالك عايز تدعيم مش اقل من 5 لعيبه. الزمالك اللي شفناه النهارده لا هياخد دوري ولا هياخد كاس ولا هياخد اي بطوله تاني. عايزين نقول الحق ولا نضحك على بعضينا ونجامل؟ لا، الزمالك عايز صفقات سوبر تعمل الفرق لو نزلت، زي بنتايك اول ما نزل نشط. فما تقوليش الزمالك مش عايز، لا الزمالك عايز، ولو عدى موسم الشتاء ما جبتش الصفقات مش هتاخد حاجه. بالوضع اللي احنا شفناه في اللعيب مع اللعيبه وفي المباراه دي، مودرن سبورت كان افضل، كان ممكن يفوز اكتر من كده. الزمالك كان مش عارف ايه البرود ده، ايه عدم الانسجام ده، حس انهم اول مره يلعبوا مع بعض. احنا بلغنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.